السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض الطواجن الموفرة دي. لو انت ست بيت وعايزة تعملي لأولادك الطواجن دي وتكون على قد الإيد، يبقى الفيديو ده ليك ان شاء الله. ولو بتشتغلي اونلاين وعايزة تشغلي جروبك، يبقى برضو الفيديو ده ليكي. وهنعمله بطريقة الفudge الاقتصادي، وممكن تسميه كيك شوكولاتة اقتصادي، او ان انت بتعملي حاجة موفرة وتكون على قد الإيد. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. بس قبل ما نبدأ، يا ريت ما تنسيش تحط لايك للفيديو وشير واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انا معايا هنا بيضتين، كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الميه، معلقه كبيره من الخل. هبدأ احط المقادير كلها فوق بعضها وهنحطها في الخلاط ونضربهم على اعلى سرعه. تمام كده. لازم السكر كله يدوب يا بنات، ما تخلوش ولا فتفوته سكر. افضلوا اضربوا فيه لحد ما تلاقوه بقى السكر دب تماما. نبدأ نشتغل بقى في المقادير الجافة. انا معايا هنا كوبايتين من الدقيق، بس ما بملاش الكوبايه على الاخر يا بنات. وهحط معلقتين من النشا مهرمين كبار، وهحط من الكاكاو، يعني هنقول ايه، 3/4 كاكاو خام يا بنات، والباقي دقيق، بحيث ان الكوبايه التالتة دي تبقى اغلبيتها كلها للكاكاو. تمام كده. لو ما عندكيش كاكاو كتير، خلاص حطي نص كوبايه من الكاكاو، مش مشكله، هتبقى برضو حلوه معاكي وكويسه. وهحط كيس من المحسن دوت، اللي هو يعتبر كيك شيف، يعتبر برضو محسن. زي ما احنا ما بنحط كده محسن في قلب السبونج ده، برضو بيشتغل محسن تمام زيه زي الايه المحسن اللي هو الكريمي. وتبداي تضربي كل المكونات زي ما انت ما شايفه كده. هننزل عليهم بالخليط طبعا، وتبداي تضربيهم كلهم زي ما انت ما شايفه كده، بحيث ان الدقيق كله اللي تحت يتجانس مع الخليط اللي احنا صبيناه من قلب الشفشق بتاع الخلاط. تمام كده. وفي الوقت ده تبقي مسخنه كوبايه ميه، تجيبيها سخنه، اهم حاجه يا بنات تبقى سخنه جدا. تمام كده. وتنزلي بيها على الخليط اللي انت بتشتغلي فيه ده، سواء بقى نزلتي بيها مره واحده او على مرتين او على 3 زي ما تحبي. الوقت ده يا بنات تكوني مولعه الفرن عشان يسخن معاكي على اعلى درجه، وبنحطه في الرف الاوسط على درجه حراره يعني 200 220 اعلى حاجه عندك، زيه زي الاسبوتش اللي بنعمله في الصاج. ما بياخدش وقت كتير في قلب الفرن، هم 10 دقايق بالكتير وبيطلع. تمام كده. انا حطيته في صاج 30 في 40 وحطيت تحت منه ورقه خبز. تمام. طلع معانا اهوت مش معجن وزي الفل. ابدا اشتغل بيه. انا كنت حاطاه على الرف بتاع التلاجة اللي انتوا شايفينه دوت علشان خاطر يتهوى. وتغسلي بقى كل الطواجن اللي عندك وتقلبيها كده، بحيث انها تصفي الميه بتاعتها كلها على فوطه، عشان ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه. وتجيبي قطاعه مقاسها 10. القطاعه دي يا بنات مقاس 10، يا دوبك على قد الطاجن بالظبط. وتقطعيهم كلهم زي ما انت ما شايفه كده. عايزه تقسميهم نصين تمام، عايزه تسيبيهم قطعه واحده زي ما انا ما عملت كده تمام. سواء كده او سواء كده، فالاتنين برضو هينفعوا وهيبقوا كويسين معاكي. يعني على اساس ان انت تسقيهم سيرب وتحشيهم كانك بتعملي ايه، تورتايه صغيره. لا، انا فضلت ان انا احطها كده ايه على طول مره واحده. وتبداي تقطعي زي ما انت ما شايفه كده، وتحطي في كل طاجن قطعه، وتبداي تسقيهم بالسيرب. هنعمل السيرب مع بعض دلوقتي اهو. هو مش سيرب بقى، هنعملها ايه، تسقيه كده شبيهه بالسيرب. هناخد بصوا كل الحبه اللي فضلوا مفتفتين دول ما بيترموش يا بنات، بتلميهم في كيس وتحطيهم في قلب فريزر وترجعي تشتغلي بيهم تاني. او لو عندك اولادك وعايزاهم ياكلوها كده بالهنا والشفا، اديها لهم مفيش مشكله. هنبدا بقى نعمل الايه، السيرب اللي هنسقي بيه. تمام. خليكي معايا كده واحده واحده. هحط معلقه من الكاكاو الخام او الكاكاو الدارك، وهنزل عليهم بمعلقه من اللبن البودره. بصوا يا بنات، لو نفترض ان انتوا عملتوا ايه النص كوبايه دي، والخليط دوت ما كفاش الطواجن اللي قدامكم دي، خلاص تمام، بتعملي برضو تاني ربع كوبايه بقى، ما تعمليش نص كوبايه عشان ما يتفضلش منك. وبحطهم في الازازه بتاعه السيرب ديت المخصصه للشغل بتاع الحلويات، وبسقي بيها كده. ما فيش الازازه مش مشكله، بمعلقه من الكوبايه واسقي بيها كل واحده كده، حط لها معلقتين هتبقى زي الفل. تمام كده. هي شربتها اهي. انا عملت هنا الكريمه، انا بستخدم ريتش المتحده يا بنات. خدوا بالكم من الحته دي، وهقول لكم على المقادير بتاع الكريمه، انتوا شطار بقى خلاص عرفتوها. لما تيجي تحطوا في الطاجن ما تملهوش قوي. بص انا عملت ايه، لما مليته قوي رحت شايله شويه منه. ليه؟ لانك لسه هتحطي فوق منه جناش ولسه هتزوقيه، هياخد التزيين بتاعه مكان، فما تملهاش قوي. انا عملت نص كوبايه من الكريمه، عليها كوبايه من الميه المتلجه، عليها ربع كوبايه من السكر الحبيبات، وسبتهم يدوبوا. وبعد كده رحت نازله عليهم ايه بالكريمه، واتضربت. الجو دلوقتي ساقع وجميل، يعني مش عايزه اقول لك قمه في الجمال. شغل الحلويات في الشتاء روعه. وعندي هنا نوتيلا، انا خدت منها 3 معالق.
هحط بقى ايه حبه زيت بحبه زيت زي ما انت ما شايفه كده، ما بدلقش مره واحده عشان ما تخفش معايا، لان انت لو عندك مقدار قليل ودلقتي مره واحده من الزيت هتبصي تلاقيه بقى ميه معاكي وما بقاش كويس. فانت تنزلي تدريجي يا بنات، يعني واحده واحده. انا كده كده عندي العلبه، لو لقيتها مثلا ساحت مني شويه او مثلا الزيت كتر قوي وبقت عامله زي الميه، هكتر انا ايه من قلب الجردل اللي معايا. لو انت بقى ما عندكيش يبقى خلاص انزلي واحده واحده، وانا افضل ان انت تنزلي واحده واحده حتى لو عندك الجردل بتاع النوتيلا مليان. وهنزل في كل طاجن زي ما انت ما شايفه كده، وهبدا اميلهم. عايزه تعمليهم بالمعلقه تمام، عايزه تعمليهم زي ما انا ما بعمل كده يبقى ايه براحتك، مع ان انا بفضل ان انا اميلهم احسن. المعلقه مش بتطلعها مستويه قوي زي ما انت ما بتعمليها كده، هتفضلي تميلي في كل واحد كده لحد ما كلهم يبقوا ميه واحده زي ما بيقولوا. تمام كده. انا هعمل بقى الكميه الباقيه لوحدي. هبدا احط لها بقى التزيين بتاعها من فوق من على الوش. البسكوته اللي انت شايفاها قدامك دي في منها الوان يا بنات، في منها اللي هي البرتقاني وفي منها اللي هي الاحمر، اللي هي بتبقى معموله بالبرتقال والتانيه بتبقى معموله بالفراوله، ودي اللي بالشوكولاته. وانزل عليهم بالملدزر الابيض كده، وبعدين ارجع انزل عليهم تاني بملدزر برضو نفس الشكل بس بني. اي بقى تزيين يعجبك، يعني اي تزيين يعجبك. ممكن لو ما عندكيش الهيصه دي بجناش من الشوكولاته تمشي عليها خطوط وخلاص تبقى زي الفل. يا اولادك هيفرحوا بيها، ولو بتعمليه شغل اونلاين برضو هيبقى جميل. الطاجن كده يعني مش محتاج اي حاجه. وطعم الفرج الاقتصادي ده او هنقول الكيكه الاقتصاديه دي، سميها زي ما تسميها، جميل جدا فوق الوصف. وهنزل عليهم بالمربى بتاعه الحليب اللي قدامكم دي، وسبرينكل بقى صغير الابيض اللي انا حطيته قدامكم ده. في كل واحده كده نحط بتوع 3 أو 4 يدوها بس ايه يعني شكل كده. وعندنا هنا كده شوكولاته اسمها كندر. بصي يا بنات، الشوكولاته الكندر دي بتيجي انت بتجيبي ورق ترانسفير وبتصبي فيها شوكولاته خام، فبتطلع لك زي ما انت ما شايفه كده. هي اصلا موجوده، انتوا اكيد شطار وعارفين ايه قصه الترانسفير دي. تصبي فيها بقى زي ما انت ما شايفه، هتديك الشكل اللي انت شايفاه ده. وعملنا احلى طواجن وبتكلفه قليله جدا، بدل ما بتجيبيه من بره ب30 وب35 وممكن يخش في 40، مش هيكلفك اي حاجه. ايه رايكم بقى يا بنات؟ ان شاء الله يعجبكم، جربوه هينال اعجابكم باذن الله، سواء لاولادكم او سواء لو هتعمليه شغل اونلاين. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي له لايك وتشتركي لو لسه ما اشتركتيش، ويا ريت تفعلي الجرس عشان يوصلك منه كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.